والله يا اخي زمان لموا فينا المغتربين ديل الواحد يخليك لا يتعب يتوكل منك مرض حامي. يطوط حبيبتك يا عزيزة يخليك مقوشم تساسك بين العصير والغيبة. هسه انقلبت على المغتربين. الواحد يودي حبيبته قبال تجيب دموع الفراق اللي فيه بتاع سمك يشيلوا مشاعره في بوفة. يا سلام يا اخي المغترب ده زمان والله كان حاجة والله. زمان الزول يجيب له بوكس يكتب عليه وقد الحب والظروف ويمشي يجري فرملته قدام باب المدرسة الثانوية ليلة البنات. الولد كان عوناك ساكت وشافنا البنات كتير يدنوا. يا زول انا اول مرة كده جيت من الغربة دي يا زول ما جابت حاجة، جابت لي جرد الفطير والبنات دي يشيلن ويردوا في المناديل وانا عامل فيها كرعين سمك. لا منوبني مما فلسته بقيت اجيب قدام البنات زي زول الكايس المساعدة. الله يا اخوانا زوار المغترب ده كان القدم لبت وكان مخطوبة ليه ود عمها يدوها يا زول. ما تتذكر قصة السماني القوشة بوشو زرع العجور وكلموا البيت هداه والبيت موافقة والام موافقة ونافعين له موافقين. بس جاءوا لك مغترب طوال اللي قام السحب السفيرة وغلطت البعثة الدبلوماسية مع اهل السماري وقابلت لك المغترب فطاير قزاي السمن شعيرية محمولة يوم. حكمة الله الرجال بيبقى ما عندهم كلمة سب ولا تابلوهات يا اخي والوانتو بين المرء وبنتها يا اخي. شفت السماني قاعد يا زول قبال ما يسلموه القرار مكتوب كده المغترب جاء السماني قعدوا في الركوبة وحالسوا كده والبيت يقضب له ساكت. وديك المسلمية بسطوا في النار زورك والله يبينا ليش مال المحمدية الغريق مع البقر. طبعا المغترب دخلوه النوم يوح يا دور الشوله واللوضه دي وشغلوا له المسجل والمروحه والبيت تنقل في السراويس واللي متحمل في الجلاد يا زول. الجلاد ياتو الشارك في سكه ابو البيت ذاته المعنى يعني بقى زي الصبر ومجحرين. شفتها يا زول هو خطيب خطيب البيت يا زول قرط كوبايه الشاي الحمراء وبقى يضحك حتى قلت داخله له نمله جوه فليلته. المغترب ذاته زي جرجير اول ما يجي اخذ الناير اول ما تضرب لك السمايم والكتاتيح الدلقن. اي والله زمان يا زول كنت عامل فيها مرض فت قاعدة 8 سنين لما جيت راجع لقيت لك المرة دي وشها بيضة بيصح على الحقن. بعدين تعرف الايام الاولى في الغربة دي بس لعب كشتينة كدي وتسمع في الشرايط وتاكل في الزبادي. غربة الصبيان عرفناها غربة الناس الكبار شنو كمان. والله يا اخي وراء كل رجل كبير امرأة.